ده احلى خبر للاهلي النهارده ده ولا ايه؟ هقول لك ايه هو، بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. اخويا الاهلاوي دلوقتي تقدر تقول ال13 يا اهلي وانت قلبك مستريح. عارف ليه؟ علشان الاتحاد الافريقي فجر مفاجأة، وبيني وبينك هي في مصلحة الاهلي. بس المفاجأة دي ان الاتحاد الافريقي فتح القيد لامتى بقى؟ لحد 28 فبراير يا غالي. يعني تقدر تقول كل اللعيبة اللي اتعاقد معاها النادي الاهلي في يناير هتتأيد في افريقيا وهتلعب كمان يا برنس. يبقى على افريقيا الحذر، علشان ال13 دي احنا مش هنسيبها باذن الله. ده غير كمان ان النادي الاهلي لسه فاتح على الرابع في الصفقات. تقدر تقول ان ديريك كوتيسا اقرب للنادي الاهلي من اي وقت مضى. الاهلي بيجري جدا في الصفقة دي، وباذن الله بنسبة كبيرة جدا هيخلصها في يناير يا غالي. طبعا هتقولي لو كوتيسا ده جه يبقى للاسف علي معلول مش هيتأيد في النادي الاهلي. هقول لك لا يا غالي، هو انا عمري ما طمنتكش؟ اطمن كده وريح بالك، علشان علولو بيتمرن مع النادي الاهلي بصفة دورية ومفيش اي مشاكل. وفي حوار كده حاصل بخصوص الجنسية المصرية لعلي معلول، والحوار ده قرب يخلص. فعلشان بس ما نخشش في تفاصيل فيه غير لما يتم على خير، لحد دلوقتي علولو مكمل مع النادي الاهلي بإذن الله.